اسمع معي هذا الخبر، اسمع معي هذا الخبر والذي نشرته مجلة نيويورك تايمز في عددها الأخير بعنوان واحد من أصعب دروس المعركة. 150 من المارينز من جنود البحرية في مواجهة قناص واحد. يقول الخبر: في يوم الأربعاء من الساعة 8 صباحا قامت الطائرات مرتين بقصف ذلك المبنى الصغير المكون من 3 طوابق الواقع على الطريق السريع بطلب من جنود المارين. فألقت الطائرات قنبلتين جنة واحدة 500 رجل مع إطلاق المدفعية حوالي 35 قذيفة، كما قامت الدبابات بإطلاق 10 قنابل، بالإضافة إلى 30,000 طلقة من رشاشاتهم بواسطة جنودهم، حتى لم يبقى من المبنى سوى حطام ودخان. ومع ذلك بقي القناص يطلق عليهم النار، بل أوقع فيهم مقتلة، وعددا من الجنود قد سقطوا تحت رشاشه. قناص واحد أبقى كتيبة كاملة دون حراك وليوم كامل. يقول قائد تلك الكتيبة: كل ما في الأمر أن يجلس أحدهم يأكل طعامه، بينما نحن نحاول بجنون أن نجد مكانه. يجلس أحدهم في مكانه يأكل طعامه، يتربص بنا برصاصاته ويجن جنوننا حتى نعرف من أين تأتي تلك الطلقات. نسى هذا القائد الجاهل أن الأرض تقاتل مع أهلها، نسى هذا الصليبي الجاهل أن الأرض تقاتل مع أهلها. ثم استعانوا بالطائرات لقصف المبنى الآخر المجاور، ولمدة ساعتين قنابل من الأرض وقنابل من السماء. وبعد أن هدأت قنابلهم فاجأهم القناص مرة أخرى وأوقع فيهم مقتلا. فقال قائدهم: لا أعرف أين هو، ولكنه مدرب بشكل جيد. قلت: هو يرمي بأمر الله القائل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لكم أن تتخيلوا معركة بين 150 من 8 صباحا وحتى 5 مساء، ثم انسحب القناص المسلم المجاهد بعد أن لقنهم درسا من دروس القرآن. قال الله: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. شكرا لكم يا أبطال الفلوكة، شكرا لكم يا أبطال العراق والسيسان وفلسطين، فلقد رفعتم رؤوسنا في زمن الذل والعار.